المشكله فين وحلها ايه؟ اول حاجه بادئ ذي بدء كده، احنا في وضع في منتهى الحلاوه. هتقول لي يا عم ازاي احنا في وضع في منتهى الحلاوه؟ هقول لك لان انت لما تبني وانت كبير وانت من اجمد 4 فرق في افريقيا، لما تحل مشاكلك وانت من اجمد 4 فرق في افريقيا، ده احسن بكتير جدا من لما تيجي تبني وتشتغل وتصحح وانت في القاع وانت على الارض. فكونك ان انت دلوقتي واحنا بنقول ده في حاجات مش مبسوطين منها، واصل اداء كذا، واصل في مشاكل كذا، واصل كذا، ده انت بتقول كل السلبيات دي وانت واحد من اجمد 4 فرق في افريقيا ومطلع حامل اللقب. فده ظرف وتوقيت مثالي ان انت تعرف تصلح مشاكلك. بس وانت بتصلح مشاكلك لازم يبقى عندك 3 اعتبارات مهمه جدا. نمره 1، تبقى مقتنع ان زي ما بقولها دايما، مفيش كرومبا هيطلع بطيخ. لازم ما ينفعش تبقى بتصر على نفس المقدمات وتنتظر نتائج مختلفه. ما ينفعش يبقى نفس الادوات اللي انت ما بتعرفش توصل بيها للي انت عايزه واستخدمتها قبل كده 600,000 مره تنتظر منها حاجات مختلفه. دي اول حاجه. طب الحاجه الثانيه، ان انت تبص على تصريح محمد صلاح. ايه تصريح محمد صلاح لما قال لك يا جماعه احنا لعيبه ما عندناش خبرات، بنلعب كوت ديفوار وهم عندهم، التصريح اللي هو قبل ماتش كوت ديفوار، عندهم محترفين كتير وعندهم، وده فعلا لازم تقر واقع وحقيقه واقعه. ان انت النهارده بتلعب السنغال اللي ال11 بتوعها محترفين في كل دوريات العالم برتم عالي، بشغل عالي، بتيمبو عالي، وانت ما عندكش غير صلاح ومرموش. هتقول لي طب ما احنا مع كابتن حسن شحاته 2006 2008 2010 كان محلين. ايوه بس ده جيل استثنائي. انت وانا عارفين ان الجيل ده كشخصيات وفنيات وكل حاجه هو جيل شبه مستحيل تكراره، مش تقليلا من اي جيل جه في الكره المصريه منذ بدء كره القدم في مصر الى ما شاء الله، ولكن ده جيل استثنائي. ليه؟ لان جيل كله كان عباره عن جيل ممثل في تلاحم ل4 أجيال مختلفة، كلهم دوليين وكلهم أقل واحد فيهم وأصغر واحد فيهم كان لعب له 40-50 ماتش دولي. وده مش بتحقق عندك دلوقتي يا راجل. أنت عندك مراكز في الملعب النهارده كابتن حسام ما عندوش بديل ليها. قول لي مين بديل مصطفى محمد اللي هو أصلا ما كانش بيشارك؟ بس مين بديله؟ ال3 اللي في خط الظهر مين بديلهم؟ مين بديل محمد هاني؟ النهارده فتوح لما اتصاب مين نزل؟ فلازم اتحاد الكورة يشتغل بقى على تطوير المدربين ويشتغل على تطوير قطاعات الناشئين والمسابقات بتاعتك، عشان يبقى عندك وفره من اللعيبه الجامدين اللي طالعين اللي بيحترفوا في كل حته في الدنيا. فيبقى عندك كمدير فني منتخب مصر كابتن حسام، غير كابتن حسام اي حد في الدنيا يجي النهارده بعد 20 سنه يبقى عنده وفره، عنده في كل مركز 3 و4 و5 و6 بيلعبوا في اعلى الدوريات واعلى المستويات، ويقدر يقدم لك مستوى تجابه بيه اي حد. وساعتها انت تنيم افريقيا من المغرب. ليه؟ لان نرجع للنقطه الاولانيه، انت في اكتر حالاتك اللي انت بتشتكي منها وانا عندي مشاكل وعندنا مش عارف ايه عايزين نصلحه وكذا وكذا، انت واحد من اربع اهم واجمد منتخبات في افريقيا. بالك بقى لو انت صلحت الحاجات دي هتبقى عامل ازاي؟ هتبقى بتنيم افريقيا من المغرب حرفيا زي ما عملت في 2006 و2008 و2010. بس المهم تعترف بمشاكلك، ما تنكرهاش، وده اول هام واول خطوه، وتشوف بقى حلها عامل ازاي وتجيب ادوات مختلفه تقدر تحل. ما يبقاش نفس الادوات اللي انت ما عرفتش تنجح بيها قبل كده هي اللي بتجيبها تعمل لك حاجه مختلفه. طب ما هو مش هيحصل. وما بنخترعش العجله، تشوف ايه كل حاجه انت شغال فيها احسن، ايه الناس وصلت العالم وصل فيها لاخرها ايه وتعملها، وتقدر بقى تطور مدربينك وتطور قطاعات الناشئين اللي عندك. يا رب ان اللي جاي يبقى احسن وافضل. عندنا فتره. السلام عليكم. لما بيكون الاعلام فيه تعريض بيبقى فيه كلمة حق يراد بها باطل. لما يحبوا يبرروا لشخص معين بيبرروا له وبيجيبوا الاخطاء بعيد عنه. لما يكون الاعلام مضلل على شاكلة الاعلاميين الراضيين الموجودين كلك بلا استثناء، يبقى عايز يضلل الناس ويقول له ارضى بالواقع. هو ده، مفيش احسن من كده. يقول لك مفيش بديل للثلاثه اللي في خط ظهر، مفيش بديل للمهاجم، رغم ان انت عندك اكتر من بديل لمصطفى محمد اللي هو اصلا الاقرع الفاشل ما كانش بيلعبه. يعني انت بتقول لي مصطفى محمد مفيش بديل ليه؟ هو اصلا ما لعبوش، ما اعتمدش على الخطه اللي بيلعب براس حربه. يبقى انت بتدور على بديل ازاي؟ انت ما اديتش فرصه لمصطفى محمد،
رغم ان انت عندك اسامه فيصل، عندك مروان عثمان، عندك لعيبه كتيره موجوده. المشكله مش في قله اللاعبين، المشكله في العين اللي بتختار اللاعبين تكون عين فاهمه، عين مدرب فاهم. وتعالى بقى نرد بالحقائق. كارلوس كيروش لما جه هو اللي عمل الجيل اللي كان فيه محمد عبد المنعم، اللي ما حدش، اللي هو مدافع النادي الاهلي اللي ما حدش كان يعرفه محمد عبد المنعم. هو اللي طلع الجيل اللي كان فيه مهند لاشين وادى فرصه لزيزو، وهو اللي عمل الجيل القوي، ومحمد هاني بالمناسبه والناس دي كلها. الجيل اللي هو بقى كل المدربين اللي يجوا من بعديه يشتغلوا على نفس الجيل، حتى مدربين الانديه. كارلوس كيروش كان راجل عنده عين فاهمه، بيقدر يشوف لعيبه. حسام حسن بيشوف الاهلي والزمالك، مباريات المنتخب بس، بيشوفش حاجه تانية. حسام حسن ما بيروحش يدور على الانديه التانية. المدرب المحترف اللي ليه عين بيدور على كل الانديه، بيبص على مباريات كل الانديه، يشوف الاسماعيلي والمحله، ويشوف حتى انديه المحترفين اللي هي فيها المقاولين والترسانه من الانديه اللي هي الدرجه الثانيه، بيروح يشوف يدور، لان اللعيبه دي عايزه عين يكتشفها بالظبط. بتكون لعيب قوي جدا بس عشان ما بيلعبش في الاهلي والزمالك او بيراميدز حتى ما بيبقاش معروف ولا مشهور. واحنا للاسف كمان مش بس حسام، عندنا معظم كشاف المواهب واللي بيدوروا على المواهب في الانديه ما عندهمش خبره في اكتشاف المواهب. عارفين احنا مشكلتنا كمان الاساسيه مش في مدرب المنتخب، احنا عايزين مدرب قوي عالمي يكون عنده عين اكتشاف المواهب. عايزين كمان في الانديه يكون ناس تعرف تكتشف مواهب، يقدموا مواهب كويسه. احنا عندنا بنقصر المسافه، نروح نشتري لاعب جاهز ندفع فيه 70 80 100 مليون 200 مليون وخلصت على كده. بنكسل ندور في الانديه على اللعيبه اللي عايزه فرصه، المحترفين الاقوياء، اللعيبه اللي عايزين عندهم موهبه كبيره ومش لاقيين فرصه. دور في الانديه اللي هي في الدرجه الثانيه، في الدرجه الثالثه. الانديه كان زمان كان الاهلي فيه شخص اسمه عبد البقال ده بالمناسبه كان بيروح يدور في الملاعب في القرى والنجوع ومراكز الشباب والانديه اللي في الدرجه الثانيه والثالثه ويشوف لاعبين، وكان طلع منهم مواهب كبيره اصبحت نجوم بتقود مصر الى البطولات وبيقودوا انديه الاهلي والزمالك كتير. دي كان طريقه اكتشاف المواهب. كمان عندنا في حاجه مهمه جدا جدا، اختبارات الناشئين في الانديه الكبيره تخضع كلها لمعظمها عشان ما ابقاش ظالم للمحسوبيه والظلم والمجامله والمعرفه. ما بيتمش اختيار الموهبه على اساس ان دي موهبه وهتنفع الكره المصريه، لا، بيتم اختيار المواهب ان هو ابن فلان وابن علان وقريب فلان وقريب علان. وتعال نشوف بعد ما كنا في الفن والتمثيل بقينا نسمع عن ابناء الممثلين، بقى ممثل وده ابوه اصلا ممثل ودي امها ممثله وديت اصل ابوها ممثل فلان. بقينا اجيال بتسلم اجيال في التمثيل، بقينا في الكوره كده، مع طبعا الاعتراف ان في بعضهم موهوب، لكن احنا بقينا في الجيل في الناشئين هتلاقي كده ابن مين مش عارف مين مدير الكوره وابن اللاعب فلان وابن اللاعب فلان موجودين، ومش عايز اذكر اسماء عشان ما حدش يزعل مني. بقينا بناخد ابناء اللاعبين الكبار او مدير الكوره حسب المجامله والواسطه مش حسب الموهبه. وده برضو اثر على انك تطلع جيل. ما تقوليش بلد فيها 120 مليون بني ادم بحجم مصر ما فيهاش 2000 3000 لاعب على اعلى مستوى على الاقل، على الاقل بلد شغوف بكره القدم يقدر يطلع اجيال. برازيل عدد سكانها اقل مننا وبتطلع اجيال قويه جدا من اللاعبين محترفين على اعلى مستوى. الدول الافريقيه زي السنغال ونيجيريا روح دور هتلاقي كل الدوريات الاوروبيه ماليه لاعبتها، السنغال وكوت ديفوار ومالي وانجولا، كل الدول دي هتلاقي عدد سكانها اقل مننا ومع ذلك هتلاقي لاعبتها الصغار محترفين في كل الانديه، دوري اولى ودرجه اولى وثانيه وثالثه، وبيطلعوا اللعيبه. وبنرجع احنا نشتري لعيبه زي دي غاليه باثمان كتيره جدا جدا. احنا منظومه الرياضه عندنا بالكامل اللي مسؤول عنها مجموعه من الفاشلين، والاعلام افشل منهم اعلام مطبلاتي ما عندوش اي ضمير.